السلام عليكم. فيلمنا اليوم قصة حقيقية لأكبر تاجر أسلحة في التاريخ. كيبدا فيلمنا مع يوري أورلوف وهو واقف في أرض عامرة طلقات نارية، وقال أنه كاين في العالم أكثر من 550 مليون سلاح، يعني أمام كل 12 شخص سلاح. وبدا يوري هادر على راسه وقال أنه أوكراني وعائلته هاجرت لأمريكا ملي كان عنده 10 سنين، وكان عايش في سنة 1982 في مدينة نيويورك وتحديدا في منطقة أوديسا. ومن بعد بدا هادر على خوه الصغير في طالي وشحال علاقتهم زوينة، وقال أنه أي شخص عايش في منطقة أوديسا القتل هو جزء من روتين حياته، وهذا الشيء بسبب الأشخاص الروسيين اللي حتى هما هاجروا من منطقة أوديسا. واحد النهار كان في واحد المطعم في منطقة أوديسا وشاف أشخاص روسيين طلقوا النار على بعضهم، وهذه كانت أول مرة في حياته يشوف إطلاق النار بعينه. نهار السبت مشى مع الأب ديالو للكنيسة، ومن علاقاته اللي كونها في الكنيسة قدر يبيع أول سلاح في حياته اللي كان مدفع رشاش ومن صنع إسرائيلي. وفي هذاك الوقت حس أن الله خلقه من أجل هذا العمل، ومشى زار الأخ ديالو في المطعم اللي كان خدام فيه طباخ، وقال لي انه اليوم باع اول سلاح ليه، ودابا غادي يبدا يقلب على الدول اللي فيها الحرب ويبيع لهم الاسلحه، ومحتاج شريك معاه، وعرض على الاخ ديالو يكون هو شريكه. في الاول الاخ ديالو رفض، ولكن في الاخير قبل. وفي معرض اسلحه في برلين سنه 1983 تلاقى يوري في المعرض بسايمون اللي كان اكبر تاجر اسلحه في هذيك الوقت، ومشى يوري هضر معاه وعطاه الكارت فيزيت ديالو، ولكن سايمون حط لي الكارت فيزيت اللي عطاه في جيبه وقال لي ان هذا المكان ماشي ديال المبتدئين اللي في حالك. وفي حرب بيروت في لبنان سنة 1984 كانت ثاني صفقة ليوري اللي غادي يبيع فيها سلاح، وقال لنا يوري ان امريكا ملي كتسالي شي حرب ما كديش معها مخلفات الاسلحة ديالها، حيت تكلفة شحنها كتكون مرتفعة بزاف وقيمة الشحن كتفوق قيمة شراء اسلحة جديدة. وهكا يوري والاخ ديالو باعوا هاد الاسلحة بالكيلو، وملي حاول الاخ ديالو يدافع على اطفال لبنانيين غادي يتقتلوا قدامه منعوا يوري وقال لي ان هاد الحرب ماشي حربهم. ومن بعد باع يوري سلاح اسرائيلي لبعض المسلمين، ورصاص شيوع لألمانيا، وباع أسلحة لأفغانستان اللي كانوا محاربين مع روسيا وأوكرانيا بلد يوري. وكبرت تجارة يوري اللي كان مسميها تجارة الموت، وكان عنده مكان سري عبارة عن حاوية معدنية بحال صناديق نقل البضائع على السفن، وكانوا فيها كل الأوراق الخاصة وكل جوازات سفر المزورة، منها الفرنسي والإيطالي والبريطاني والأوكراني وحتى الأمريكي. وفي سفينة قريبة من السواحل الكولومبية سنة 1989 قال يوري أن أغلب الدول منعا كليا ان اي شخص يكون عنده سلاح ناري خاص به، ولكن هو كان كيدخل لهم الاسلحه. وصفقات هذه الاسلحه عندها ثلاثه الوان، يا اما كتكون ذات لون ابيض يعني شرعيه، او ذات لون اسود يعني صفقات في السوق السوداء اللي كان كيبيع فيها الاسلحه ديالو بطريقه غير مباشره. وكان كيستخدم اسماء مشفره لتسميه الاسلحه، بحال قاذفات الصواريخ اللي كان مسميها امهات، والصواريخ اللي كان مسميهم اطفال، وصفقه السلاح اللي مسميها الملك المالك. وملي جاته مكالمه وهو في السفينه جاوب وفهم راول ان الملك المالك غادي يوصلوا غدا. وملي سلم على المكالمه جاء اتصال اخر ان عميل من الشرطه سميتو جاك ومعاه فرقه دعم جايين يلقاو عليه القبض. وهنا يوري امر واحد من الرجال ديالو يبدل اسم السفينه لاسم اخر، وامر الاخ ديالو ينزل العلم الهولندي ويحط بلاصتو العلم الفرنسي. وحنت جاك ما كان كيقدر حتى واحد يرشيه، كان يوري دائما كيحاول يهرب منه وكيرشي الرجال اللي مع جاك باش يغطيو عليه. وفي هذا النهار ملي جاك قلب محتوى السفينه لقى ان الحموله مجرد بطاطس ماشي اسلحه. ومن بعد يوري دار صفقة سلاح مع تاجر مخدرات، ومقابل الأسلحة أعطى تاجر المخدرات مخدرات. رفض يوري في الأول، ثم تاجر المخدرات هدو بالسلاح، والأخ ديال يوري حتى هو هدد تاجر المخدرات بالسلاح، ولكن يوري قدر يهدي الأوضاع وقال الأخ ديالو أن هادشي ماشي مشكل. ومن بعد ما خبى يوري المخدرات وباعها قدر يربح ضعف المبلغ اللي كان غادي يبيع به الأسلحة. وواحد النهار خوه هرب منه، ولقاه يوري من بعد 12 يوم ديال البحث بوليفيا، واكتشف ان الاخ ديالو ولا مدمن على المخدرات. اداه لمركز اعاده تاهيل، وفي نفس الوقت شاف يوري صور العارضه الازياء اللي كتعجبه معلقه في كل بلاصه، وعرف انها في جزر الكاريبي ومشى موراها وقدر يخليها تعلق بيه ويتزوج بها. ونهار عرسهم قالت لي انها عارفه مخبي عليها بزاف الحاجات، وهي ما بغاش تعرف هاد الحاجات، ولكن اهم حاجه عندها هي ان هادشي اللي مخبي ما ياثرش على علاقتهم. وفي سنه 1991 في مدينه نيويورك كانت عائله يوري مجموعه في المنزل ديالو باش يحتفلوا معاه بعيد ميلاده، وكانت هذه اول مره يقدر ولده يوقف بلا ما يساعدو شي واحد. وفرح يوري بزاف، ماشي حنت ولده قدر يوقف بوحدو، وانما حنت سمع في الاخبار ان الاتحاد السوفيتي تفكك. وسول الاب ديالو واش مازال على علاقه مع عمو ديمتري اللي كان قائد في الجيش الاوكراني، وسافر لاوكرانيا ومشى لعند عمو ديمتري وطلب منه يشري مخلفات الجيش. وقدر يوري يشري كميه كبيره من الاسلحه وبارخص سعر، لدرجه انهم كيعطيو سلاح هديه على كل 6 اسلحه شراهم. وشرى حتى طائره مسلحه
المسلحة. وفي نفس الوقت كان تاجر الأسلحة سايمون اللي نقص من يوري أول مرة تلاقوا فيها كيحاول يبرم صفقة ويشتري كمية كبيرة من الأسلحة من عند ديمتري. ومن اللي عرف أن يوري هو اللي شرى أغلب الأسلحة من عند ديمتري تلاقوا في نفس اليوم بالليل في مطعم، وحاول سايمون يقنع يوري يخليه يتشارك معه في هذه الصفقة، ولكن يوري كان ما ناسيش شنو دار مع سايمون في أول لقاء ورفض يتشارك معه وقال لي دابا أنت اللي وليتي مبتدئ بالنسبة لي. ولكن سايمون حضره وقال لي دابا أنت وليتي من أعدائي، وحاول جيك يشد يوري ولكن بحال كل مرة ما كيلقى حتى دليل يثبت به أي حاجة. وحاول سايمون يشري أسلحة من عند ديمتري ولكن ديمتري رفض، وهنا عطى يوري سيارة جديدة كهدية، ولكن من اللي ركب فيها ديمتري وخدمها انفجرت به. وبطبيعة الحال سايمون هو اللي حط القنبلة في السيارة، وحس يوري بالخوف على مراته واتصل بها يطمئن عليها. ومن بعد مشى يوري لليبيريا سنة 1995، وكانت افريقيا بالنسبة لي كنز لكثرة الحروب الأهلية اللي فيها، وكان حاكم ليبيريا في هذا الوقت ديكتاتور سميتو أندري بابتيست. وقبل ما يركب يوري السفينة اللي غادي يسافر بها من ليبيريا وقف قدامه ابن بابتيست اللي كان راكب سيارة رياضية وهاز مدفع رشاش مصنوع من الذهب، وقال ليوري أن الأب ديالو باغي يتلاقى به، ولكن يوري قال لي بلي ما مساليش وعنده مواعيد أخرى. هدو الابن ديال بابتيست وقال لي أن الأب ديالو ما كاين حتى واحد في العالم يقدر يقول ليه لا. تم ركب مع يوري في السيارة ومشى معاهم لعند بابتيست. ومن اللي وصل عرض على بابتيست واحد سلاح ناري، بابتيست باش يجرب يطلق به النار على واحد من الجنود ديالو وقتله. هنا يوري قال لي أن السلاح دابا ولا مستعمل وضروري خاصك تشريه. اضحك بابتيست وقال لي أنه عجبه وغادي يتعامل معاه. ومن بعد وراه بابتيست الجيش ديالو اللي كانوا فيه بزاف الأطفال تم تجنيدهم، وقال لي أنه غادي يشري من عنده الأسلحة مقابل جواهر وألماس. هنا يوري قال لي أنه يمكن يبيع لي حتى حاملات الجنود اللي غادي تعطي أفضلية في الحرب. وقال بابتيست أن العالم ملقبينه بسيد الحرب وهو باغي يحافظ على هذا اللقب. من بعد هذه الصفقة اللي باع فيها الأسلحة مقابل الألماس، ثروة يوري تضاعفت بزاف، وكذلك ولا ممول سري لراعي متحف كان كيشري لوحات الزوجة ديالو باش يخليها فرحانة بالعمل ديالها. ومن اللي مشى للمنزل قالت لي إيفا أنها قدرت تبيع أول لوحة ليها وكانت فرحانة بزاف. وكان حتى الأخ ديالو في طالي في المنزل وباين عليه التعب، ودخل هو ويوري للمطبخ وسولو في طالي واش مراته ما عارفاش باللي هو تاجر أسلحة. قال ليه يوري باللي هي ما كتسولوش على أي حاجة كتعلق بالخدمة ديالو. ومن بعد عطاه شوية الفلوس وطلب منه يعتني براسه مزيان. ومن اللي كان يوري خارج بالسيارة ديالو شاف هليكوبتر من فوق السيارة ديالو وعرف أنهم مراقبينه، وطلب من سائق السيارة يدخل النفق، وتم نزل من السيارة ومشى للمخبأ ديالو وحط لوحة الزوجة ديالو. ومن بعد اتصلت به الزوجة ديالو وقالت لي أن بعض الأشخاص كيقلبوا في صندوق المهملات اللي قدام المنزل ديالهم. قال لها باللي يمكن يكونوا غير صحفيين، ولكن هي كانت خايفة بزاف وقالت لي أن شكلهم ماشي شكل صحفيين. وكان يوري في هذا الوقت راكب في الطائرة ديالو اللي كانت عامرة أسلحة نارية، تفاجأ بطائرة حربية كطلب منه النزول في المطار، يعني غادي يتم القبض عليه متلبس. ولكن يوري طلب من قائد الطائرة ينزل وسط الشارع في سيراليون، وبالفعل القائد نفذ الأمر وفتح يوري باب الطائرة وقال للناس أن الطائرة عامرة أسلحة يقدر أي واحد فيكم ياخذ منها أي سلاح بالمجان. وفي مدة 10 دقائق كانت الطائرة فرغات من كل الأسلحة تماما. من بعد ما وصل ضابط جاك ورجال الشرطة اللي كانوا معاه وما لقاو حتى سلاح في الطائرة، قرر جاك يخلي يوري مقيد بالأصفاد لمدة 24 ساعة ومن بعد غادي يرجع لعنده. وفي خلال هذا اليوم سكان المنطقة قاموا بتفكيك الطائرة إلى أجزاء وخذوها من تما. رجع جاك من بعد 24 ساعة وحرر يوري من الأصفاد وخلاه يمشي في حاله. ومن اللي مشى يوري للفندق اللي دائما كيحجز ليه فيه بابتيست، دخل الغرفة ديالو تم لقى بابتيست محتاج سايمون وقال لي أن هذه هدية صغيرة منه، وعرفوا أن سايمون كان كيحاول ياخذ مكانه ويبيع لهم أسلحة. وهنا سايمون قال لي أنا كنت باغي نبيع الأسلحة لأعدائك ماشي ليك، وطلب بابتيست من يوري قتل سايمون ولكن ما قدرش. تم بابتيست خلاه يشد المسدس وضغط هو وياع الزناد وقتلوا سايمون. وفي نفس اليوم مشى يوري للملهى ليلي وعرف انهم كيخلطوا البارود بالمخدرات وكيتعاطوها، وبدا كيتخيل ان سايمون مازال واقف قدامه ونهار. في نفس الوقت كان جاك في المنزل ديال يوري وكيعاود الايفا على كل شيء وطلب منها المساعده باش يقدروا يلقاو عليه القبض، وفكرها ان والديها ماتوا بسلاح غير مرخص بحال اللي كيبيع فيهم يوري، وخلى ليها تجيك الكارت فيزيت ديالو. ثم طلبات منه ايفا يمشي في حاله هو والرجال ديالو من المنزل ديالها. ومن اللي رجع يوري للمنزل طلبات منه ايفا يتوقف على بيع الاسلحه الغير مرخصه، ووعدها انه غادي يبعد من هذا الميدان. وبالفعل بعد من ميدان تجاره الاسلحه وبدلهم تجاره الخشب والبترول لمده 6 شهور. وبقات جايك وفريق مراقب
مراقبينه. وحتى لواحد النهار يوري غادي يتفاجئ ببابتيست والابن ديالو عنده في المنزل وسولهم شنو كيديروا هنايا في امريكا. قال لي بابتيست انه جاي يحضر المؤتمر السلام الدولي، وقال لي باللي مازال محتاج يرجع يخدم معاه. ومن بعد يوري قال لمراته انه خارج من اجل صفقه عمل، ومن اللي خرج مشات من مراته من وراه وعرفت مخبأه السري وقدرت تفتح القفل بتاريخ ميلاد ولدهم. ومن اللي دخلت شافت جوازات سفاره المزوره والاسلحه وحتى اللوحه ديالها. في هذا الوقت كان يوري مشى عند الاخ ديالو وطلب منه يرجع يخدم معاه باش يكملوا صفقه بيع اسلحه في افريقيا. ووافق الاخ ديالو. وفي سنه 2001 وصلوا لليبيريا، وقبل ما تكمل الصفقه شاف الاخ ديال يوري اتباع الرجال اللي غادي يبيعوا ليه الاسلحه قتلوا امراه وولدها بدون رحمه. تم طلب من يوري يلغي الصفقه، ولكن يوري رفض. خو تعصب بزاف وشعل العافيه في شاحنه من شاحنات الاسلحه اللي كانوا غاديين يبيعوها للمتمردين وانفجرت، وتم طلقوا عليه المتمردين النار وقتلوه. وكمل يوري الصفقه معاهم واتصل بالام والاب ديالو وقال لهم شنو وقع. تم قطعوا علاقتهم به بمره، وتم القاء القبض عليه في المطار من بعد ما لقاو في جسم الاخ ديالو رصاصه من الاسلحه اللي كيتاجر فيهم. وقال لي جاك ان الزوجه ديالك وراتنا المخبأ السري وخلات ليك المنزل ومشات، وغادي تدوز اللي بقى لك من حياتك في السجن. ولكن يوري قال لي باللي ما غاديش يبات حتى ليله واحده في هذا السجن. وفعلا بفضل المعارف والعلاقات ديالو قدر يخرج من السجن وكمل يوري في تجاره الاسلحه. وهنا سالا فيلمنا، ما تنساش ديمو ابوني وشي كومونتير زوين وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيلم جاي ان شاء الله.